عيد سعيد على الجميع. والحقيقه واضح ان هو عيد سعيد على الزملكاويه بالاخص يعني. طبعا امبارح طلع القرار الرسمي من اللجنه الاولمبيه بتاكيد العقوبات الصادره ضد النادي الاهلي بعد انسحابه من ماتش الديربي اللي فات، اللي هو كان المفروض يتلعب يوم 11 مارس، سواء بهزيمه الاهلي 3-0 او بخصم 3 نقط من الاهلي في نهايه الموسم، او حتى بتحمل الاهلي الخسائر الماليه اللي نتجت عن عدم لعب المباراه. وانا عندي هنا مجموعه رسائل كده. الرساله الاولى بوجهها لجماهير النادي الاهلي، اصدقائي مشجعين للنادي الاهلي. ها بقى، ايه رايك المره دي؟ كل مره كنت بتقول ان اللي انت عايزه بيحصل. المره دي قعدنا نقول لك ان اللي انت عايزه المره دي مش هيحصل، وانت قعدت برضه ماسك في الكلام بان لا، الاهلي فوق الجميع، الاهلي اللي عايزه بيحصل، ان احنا نلغي لكم الدوري وما شابه ذلك من كلام. راي الزملكاوي الجميل احمد عبد القوي بيعمل فيديوهات حلوه قوي، لازم الناس تتابعه الصراحه يعني. وهو بيقول ان اوعى تفتكر ان انت اللي مدورها، او ان كل القرارات اللي كانت بتطلع لصالحك ده بسبب خوفهم منك. ابدا، اللي بيحصل ده علشان في جهة ما او اشخاص ما عايزينه يحصل، مش عشان انت عايزه يحصل. هم عايزينه يحصل لاسباب في دماغهم، لكن مش عشان هو خايف منك. فاظن الوضع المره دي والقرار المره دي يوضح لك ده، ان في ناس، في جهات عايزاك تكسب، عايزه كل حاجه انت عايزها تحصل بمزاجها هي، مش بمزاجك انت، مش فرض منك عليهم. فلما قرروا المره دي ان يحصل حاجه مختلفه، حصلت عادي جدا، ولا عرفت تعمل حاجه ولا الهوى. كابتن شوبير كان بيهدد والجماهير والغضب وبتاع، ولا اي حاجه حصلت ولا حاجه هتحصل، لا منك كجمهور ولا من ادارتك ولا من منتسبيك بقى من لاعبين سابقين واعلاميين وخلافه. فدي رسالتي للناس يعني، ان خد بالك واعرف انت فين، واعرف احنا فين. رسالتي التانية بقى ل شوبير، عامر العمايرة وشوبير الشبايرة والناس دول الجمال دول. ما هو حاجة من اتنين، يا إما أنت تجهل باللوائح والقوانين، فبالتالي طلعت عشمت الناس طول الايام اللي فاتت دول، ال 15 يوم اللي فاتوا دول، ان لا الماتش هيتعاد بحكام اجانب، لا الاهلي هيمشي اللي هو عايزه. يا اما انت مضلل، انت عارف كويس قوي ان ده مش هيحصل، لكن انت سقت الناس يا عيني وعشمتهم وخليتهم يمشوا وراك في حاجه انت متاكد ان هي مش هتحصل. فوجب الاعتذار او تبرير الموقف، او انا ليه قلت كده للجماهير. انا عارف ان ده مش هيحصل، لكن يعني حبينا نقول يعني الرساله يعني. واخيرا لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود. كابتن محمود، انا حابب اشكرك شكر جزيل، لان الصراحه اللي حصل في النادي الاهلي في عهدك كان شيء عظيم. من اول مشكله تركي آل الشيخ، والسنه الممتعه اللي احنا قعدناها والراجل عمال يجيبكوا يمين وشمال ويحط عليكوا وانتوا مش عارفين تتكلموا، لتسليم الجمهور بالورق بكشوفات الجمهور اللي سلمتها للامن، واخيرا بالمشاكل المختلفه بتاعه انسحابك او تهديدك بالانسحاب مره واثنين، واخيرا بقى ختمت بايه؟ تطبيقك فعلا بانسحابك من المباراه. فالحقيقه احنا بنحب نشكرك جدا شكر ما يكفيهوش الكلام الصراحه. ان في عهدك لقينا حاجات نمسكها على الكلام اللي احنا كنا بنقوله بقالنا سنين، اللي خاص بقى بالمبادئ المزيفه البلاستيك اللي عمرها ما بتحصل. طبعا انا نسيت قصه امام عاشور، نسيت موضوع امام عاشور ده مهم جدا. فالحقيقه يعني احنا بنشكرك شكر جزيل، وعايزينك تفضل مستمر ومش عايزينك تمشي، لان في بعض دلوقتي من جماهير النادي الاهلي يعني اللي شغلوا دماغهم ابتدوا يقولوا ان المجلس ده لازم يرحل وبتاع بعد الفضيحه اللي هو عرض ليها النادي الاهلي. فالحقيقه لا، احنا بنساند كابتن محمود ومجلسه، وعايزينه يفضل الى ابد الدهر. عيد سعيد عليكم وعلى الجميع.